أعزائي المشاهدين، برحب بكم في الحلقة 52. النهاردة هتكلم معاكم عن دعوة للدكتور حنين عبد المسيح إنه يتوب. فوجئت حد من الإخوة بعت لي بوست للدكتور حنين عبد المسيح بيقول كده فيه إن الدكتور حنين كاتب إن شاف نقل الجبل المقطم يوم 11/11/2011 لما شاف الأسيس سمعان وهو بيتكلم عن المسيح. الدكتور حنين عبد المسيح كان موقفه من الأسيس سمعان إن هو عابد أوثان وأصنام. الدكتور حنين كان موقفه من الأسيس سمعان إن أول من نحت تماثيل منحوتة في المقطم هو. الدكتور حنين كان موقفه من الأسيس سمعان إن ده سيمون الساحر. طبعا إن الناس بتسجد للأسيس سمعان، غير الأسيس سمعان بيفتح الستارة الصبح بيبخر سورة يوحنا المعمدان وسورة العذراء، ودي عبادة وثنية وزنا روحي بيتم داخل بيت ربنا. والتماثيل المنحوتة كسر الوصية خروج 20 عدد 4 و5 و6. فالدكتور حنين فوجئت ان انحدر روحيا، فاستغربت قوي من الكلام اللي اتقال دوت. فدي دعوة للدكتور حنين ان خلي بالك انت انحدرت روحيا يا دكتور. ليه انا بقول الكلام دوت علني؟ وليه انا ما روحتش قلت الكلام ده للدكتور حنين؟ انا حاولت اقعد مع الدكتور حنين كتير في انحدارات روحية قبل كده هوت، ورفض على يد حد شغال معاه في مشروع أسرته، وعلى يد أخ تاني كان معانا. ولازم زي ما أنا كنت بقول للأرثوذكس أو بعض البروتستانت أخطائهم، لازم أقول للدكتور حنين أنت غلطان، أنت بتتراجع في حق الرب اداهولك علشان أنت انحدرت روحيا، وسبب انحدارك هيتقال في الفيديو دوت. قبل ما نبدأ أي حاجة افتح معايا كده تيموثاوس الأولى إصحاح 5 وعدد 20. الذين يخطئون وبكم أمم الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. اسمع كمان وافتح تيموثاوس الثانية إصحاح 4 عدد 2. أكرز بالكلمة فأعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ انتهر عظ بكل أناة وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحق مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصحى في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل مبشر، تمم خدمتك. عزيزي المشاهد، حتى فوجئت إن الدكتور حنين ناشر على الصفحة بتاعته في نفس البوست اللي هو عامله دوت فيديو للأسيس سمعان إبراهيم. الفيديو ده يا دكتور انت طالع بتفتخر بيه قوي، ده بيدعو لعبادة الأوثان والأصنام، الزنا الروحي اللي انت كنت بتنادي ضده، اللي انت كنت عامل كتاب ضد عبادة الأوثان والزنا الروحي. الأسيس سمعان طالع بيقول المسيح ضاع وسط القديسين. برافو. طب كمل. يرجع يقول أنا دخلت بيت لقيت فيه صور القديسين، فين صورة المسيح؟ بيشجع الناس يا دكتور ان يعلقوا صورة المسيح، الصور اللي هي أوثان وأصنام اللي بتتعبد، ولأن الصور دي أوثان وأصنام لابد إن كلها تتشال وترمي في الزبالة. برضه فوجئت تاني في حاجة تانية في مشروع أسرته، هو حاط اسمه عليه. حد كده كان شغال معاه من الإخوة فقال لي كده إن الدكتور حنين شجع ولد لابس صليب واداله مكافأة إنه لابس صليب وظهره بره. قلت له دكتور حنين عمل كده؟ قال لي أنت مش يا دكتور كنت قايل في يوم من الأيام إن الصليب ده أوثان وأصنام وجايب شواهد من الإنجيل؟ على طول كده بتمسك كلام الإنجيل بتضرب بيه عرض الحائط علشان مشروع أسرتك؟ ده مشروع أسرتك ده فخ، بس هجيبه لك الفخ دلوقتي وهقول لك اللي رب هيقوله لك. اسمع ومن غير ما تتكبر ومن غير ما تحس ان انت خدمت كتير فمش هتقع في الكلام ده. جدعون وقع في الكلام ده. اسمع. الصليب يا عزيزي المشاهد صنم، لانه بيتعبد في الكنيسة الأرثوذكسية مرتين في السنة، تبخير وسجود وشموع وبخور وتسبيح وتمجيد وسجود للصليب، ده مرتين في السنة. فزي ما الحياة النحاسية الرب أمر بها النبي موسى وهي رمز المسيح في يوحنا 3:14، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا أن يرفع ابن الإنسان. في ملوك الثاني 18 لما الملك حزقيا لقى حد بيقيد ليها، هو ما كانش بيقيد ليها، سحقها. مش شجع الناس قال لهم برافو البس، برافو خد مكافأة عشان انت لابس صليب. كل ده عشان ترضي المشروع بتاع أولادك، عشان تمشي المشروع بتاع أولادك بتنافق في كلمة ربنا. عيب، ما ينفعش، عيب يا دكتور. الحاجة بقى الأخيرة
كان الرب كان واحنا بنصلي مع دكتور حنين كان مديله ان يوم الحد ده يوم الرب، وفي ايات وشواهد بكده كتيره قوي قوي. اسمع كده يا عزيزي المشاهد، انا هقول الشواهد بس وانت افتح اقراها. خروج 20:8 اللي هي اذكر يوم السبت اللي تقدسه، ولويين 26:1 و2، ولويين 23:15-16 اللي هو من يوم الحد، من يوم السبت بيوم الحد، وخروج 35:1-2، وخروج 31:12-7. الدكتور حنين كان معتقد اعتقاد كامل وكل ان يوم الحد ده يوم الرب. انا ما كنتش معتقد بكده. بدأ يكلمني وبدأ يحكم عليا في القعدة اني لازم اخد اليوم ده يوم الرب. قريت الكلام وصليت والرب خضعني الكلاوت، وخدت فعلا من ساعتها لغاية يومنا النهاردة اليوم ده يوم الرب، وبأجز فيه وما بشتغلش فيه، وده يوم الرب، يوم مقدس. فوجئت ان الدكتور حنين فتح مشروع لاولاده وحط اسمه عليه علشان يرضي اولاده. غير من يوم، قال لهم يا جماعة لا لا لا, لا انا غلطان، يوم الحد مش يوم الرب، اي يوم الرب. ليه يا دكتور بتقول كده؟ عشان في روميا مكتوب كده، واحد يحتسب يوم دون يوم. طب ما كان فين الكلام ده لما حكمت عليا وحكمت على اخ تاني ان ده يوم الرب؟ كنا احنا ساعتها راعية عندك ترعانا، ولا كنت انت اجير؟ لو كنا احنا اولادك فعلا في القعده اللي كنا قاعدينها، وحكمت عليا وحكمت على الاخ اللي كان معايا وخسر خساره كبيره بسبب فسخ العقد بتاعه على ان مش هشتغل يوم الاحد وهيقفل ويخليه وده يدعي فيه ان ده يوم الرب، انا بتبع هذا الاله اللي قام يوم الاحد. فالمفروض تحكم كمان على بيتك، تحكم على اولادك زي ما حكمت علينا. لا اما تكون اجير، دي كارثه كبيره جدا. عزيزي المشاهد، الكلام اللي بيتقال النهارده للدكتور حنين والتوبيخ اللي بيتقال النهارده للدكتور حنين هو لينا كلنا. خلي بالنا، جدعون الرب اختاره والرب استخدمه والرب قاده وبقي مبسوط جدا في قضاة 6، والرب ظهر له والرب استخدمه بأقل الوسائل. في قضاة 8 عدد 27-28 وقع في فخ هو وبيته، زي الدكتور حنين كده. انت وقعت في فخ انت وبيتك لما حطيت اسمك على المشروع بتاع اولادك وكسرت كلام الرب. كنت عامل 4 فيديوهات ان يوم السبت ده اللي هو يوم الحد ده يوم الرب، وجيت مسكت كلام الرب خبطت بيه في ارض الحائط، وعملت كوبري ونفق ولف ودوران عشان تخرج من اليوم ده وتسيبهم يشتغلوا كل الايام. وكأن لو انت قفلت اليوم ده يوم الرب اللي انت حكمت فيه على الاخوة وكنت بتنادي بيه، ده المشروع هيخسر هيبوظ. دلوقتي يعمل حاجة سايب اليوم مفتوح بيشغل فيه المسلمين والمسيحيين يقول لهم أجزوا. عيب عشان انت حكمت ان الشغل كله يتقفل يوم الاحد. كان ممكن الاخ اللي معايا تقول له نفس الكلام دوت، لكن للاسف الشديد دكتور حنين عشان يخرج من الورطه دي الاخ بيساله بيقول له ليه انت حكمت عليا بكده؟ قال له اصل كان في واحد معانا في المجموعه في روح من الشيطان هو اللي خلاني اشتكى عليك، خليك قفلت. لما انت حكمت على الاخ اللي كان معانا ان في روح من الشيطان، يعني انت اللي انا اللي فيه روح من الشيطان وانا اللي كنت بشتكي، لما انت جيت حكمت مين اللي كان فيه روح من الشيطان؟ انت. ما ملاش حل تاني غير كده. انا بدعوك يا دكتور حنين انك تتوب. اسمع اخر حاجه انا اقولها لك في رؤيه يوحنا اللاهوتي اصحاح 2، وصلي وبلاش كبرياء وغرور. اسمع كده، هو رؤيه يوحنا اللاهوتي اصحاح 2 من عدد 1. اكتب الى ملاك كنيسه افسس، هذا يقول الممسك السبع الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وإنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليس رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت وذلك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، فأذكر من أين سقطت وتب وأعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتي عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا إنك تبغض أعمال النقولين اللي هو الزنا الروحي التي أبغضها أنا أيضا.
من لها أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. عزيزي المشاهد، الرسالة دي مش للدكتور حنين بس، لكل خادم بيخدم، وليك انت يا دكتور حنين على رأسهم. توب، توب، لان من ساعة ما فتحت المشروع لولاده وحطيت اسمك عليه وتنازلت عن يوم الرب وبدأت ترمي كلام الرب بعرض الحائط، وقعت في خطية تانية، وقعت انك شجعت الناس تلبس صليب زي جدعون. افتح قصة جدعون وراها، نفس ينطبق عليك قصة جدعون بالظبط. توب، لانك ناشر النهارده بتقول سمعان ابراهيم، القصه سمعان ابراهيم اللي كنت بتقول عليه سيمون الساحر اللي بيعبد اوثان واصنام وزنا روحي، دلوقتي بتقول عليه رجل الله وبتسقف له بتقول عليه قديس. توب، عيب. توب، لانك بدات تنحدر روحيا انت مش واخد بالك من ده. توب. دي دعوه لحضرتك ودعوه لكل واحد بينحدر زيك انه يتوب. وزي ما قلت لك، انا حاولت مرارا وتكرارا اقعد معاك وانت اللي رفضت على يد الاخوه. ما اعرفش ده اسمه غرور ولا كبرياء ولا اسمه ايه، لكن انا النهارده بوجه ليك رساله زي ما كنت بوجه رساله للارثوذكس، زي ما كنت بوجه رساله لبعض البروتستانت المنافقين. النهارده بتوجه لك رساله، توب، لانك انحدرت روحيا يا دكتور حنين عبد المسيح. توب. سلام.